السلام عليكم عزول الزول. فيديو اليوم عبارة عن فلوق متنوع في هدايا براءة، سعادة وفرح. كما راكم تشوفوا هنا انطلقنا من تيزي وزو، كنا رايحين لألجي سونتر. كما راكم تشوفوا الطقس كان ما شاء الله. نتمنى انكم تكملوا الفيديو للاخر باه ما يفوتكمش كامل التفاصيل. هنايا كي لحقنا لاصابلات مارونيوس كانوا يلعبوا بلي باتاغولات، ثم بداو يلعبوا بيهم. وكما راكم تشوفوا هنايا عطيت لكم تحيه. وكما راكم تشوفوا هنايا كنت نرفد مع بابا صوالح تاع البيكنيك. تسقسوا راهي ماما هي راهي تصور فيا. ما تضحكوش عليها على التصوير، يعني شويه شويه. وهنايا قبلنا الصغاري تاع الأولياء فرحة بالطلاب ولادهم تاع لا سانكيام اللي طلعوا للمتوسطة. نقول لهم ألف ولعقوبة المزيد من النجاحات في دراستكم وفي حياتكم، ولعقوبة لصحاب البيام والباك إن شاء الله كامل تنجحوا، ولعقوبة الاختبار والعام الجاي إن شاء الله. وهنايا جا وقت الغداء قعدنا باه نتغداو. هنا بابا وماما كانوا يسيفوا فيا باه ناكل، ولا كان ما كانش عندي الطاقه باه ناكل. كنت مقلقه بزاف على خاطر بالرغم من انه هدرت مع المدير حاول يرفع من معنوياتي وتفهم اني اول مره واول تجربه لي هذه نخوضها باه نحقق الحلم تاعي. وجاب لي كذلك المنشطه خديجه اللي زادت رفعت لي معنوياتي اكثر واكثر، زادت فهمت لي واش لازم واش ما لازمش. بعد ثم تكالميت. بعد ما عطات لي المهام تاعي رحت نكتب رؤوس اقلام اللي نحتمت عليهم في الافتتاحيه فوق المسرح. وهنايا كان حاكمني واحد الشعور ما نقدرش نوصفه لكم، كي كنت نخطي اول خطواتي لتحقيق حلم من احلامي. وهنايا ما على بالش اللي نسمع القلب اللي كان يضرب، ولا الجمهور اللي كان يصفق، ولا المنشطه والمدير اللي داروا فيها كونفيونس، ولا الاهلي اللي كانوا يشوفوا فيا. كانت مشاعر مختلطه ما نقدرش نوصف لكم. والمهم قالوا لي بلي كنت مليحه كتجربه اولى وراكي في المستوى. ومن هذا المنبر نقدم لهم ألف تحية ونقول لهم سمحوا لي إذا تعبتكم معايا. شكرا جزيل الشكر على الثقة اللي درتوها فيا والفرصة اللي عطيتوها لي بان نحقق حلم من أحلامي. وكان خليكم مع بعض اللقطات، وما تنسوش انكم ديروا لي لايك والاشتراك وتعليقكم يهمني بزاف. وخاطر شفت وثاني شفت في الاحصاءات بلي المتابعين الغير مشتركين اكثر من المتابعين المشتركين. على هذا الشيء فضلا وليس امرا انكم ديروا لي غير نقطه هكاك على الاشتراك هذاك، وراكم فرحتوني ودرتوا لي اشتراك. وزارة الشباب وكذا السيد الوزير ولولاية الجزائر من تنظيم مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر ورابطة تنشيط أوقات فراغ الشباب، أكيد بمشاركة وبحضور العديد من الرابطات والجمعيات، رابطة المستقبل لتبادل الشباب، وكذلك جمعية شباب المستقبل للدار البيضاء، ورابطة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، الرابطة العلمية كذلك. إذن بمشاركة العديد من الرابطات والجمعيات المشاركة معنا في احتفالية عيد الطفولة، كنا عشنا معكم أجواء اليوم الأخير الذي نعيش أجواءه ونتعايشه معكم 6 جوان السبت بمنتزه الصبلات. نذكر دائما أننا على الهواء مباشرة في الصفحة الرسمية لرابطة تنشيط أوقات فراغ الشباب. نرحب بكل العائلات الحاضرة معنا، ونرحب كذلك المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا عبر الصفحة الرسمية لرابطة تنشيط أوقات فراغ الشباب. نرحب كذلك بمن تقاسموا معنا مشقة وعناء تنظيم هذه الاحتفالية، الأوبلا وكذلك إدارة منتزه الصبلات. نشكر كذلك الشرطة والحماية المدنية، السلطات الأمنية والعسكرية والحماية المدنية. إذن حضورنا الكريم وبدون إطالة أسعد دائما بتقاسم الركح مع زميلتي آية. أهلا بك آية. السلام عليكم جميعا، أمل أن تكونوا بخير. بما أني أنا طفلة مثلكم جيت اليوم نشارككم فرحتي وفرحتكم بمناسبة اليوم العالمي للطفولة. نتيجة من قبل شاركنا معكم العديد من النشاطات، الرسم، المسابقات. واليوم
الأخير ختامها مسك، جبنا لكم اليوم أكبر طنبولة اللي فيها أكثر من 80 هدية. نقول لهم الهدايا ولا لا خديجة؟ أظن أنه راح نخلوها المفاجأة الأخيرة. على بالي بلي نتوما راكم شاطرين يا أطفال. إهمالا خمنوا شهما الهدايا. إذا نبشروا في البرنامج آية. اوكي يلا نبداو الان بالبرنامج. آية قبل ما بالبرنامج احنا رانا نشوف فيهم راهم حاضرين لكن مازال ما سمعناهمش. حبيتك تعطيني اكبر تفاعل مع الجمهور باش يبينوا لنا حضورهم. راكم واجدين؟ عاودوها، راكم واجدين؟ اخر مرة، راكم واجدين ولا لا؟ راح نبدا مباشرة في النشاط تاع نهار اليوم. راح يكون العديد من المفاجآت والهدايا اللي راح نشاركوها معكم اليوم من خلال الطنبولة. نبداو على بركة الله. إذا بسم الله يلا نبداو. قالكم رئيس الرابطة ما سمعتكمش. قالكم رئيس رابطة تنشيط أوقات فراغ الشباب ما سمعت والو. راكم راقدين. عاودي آية. راكم واجدين ولا لا؟ برفع الأيدي برفع الأيدي. راكم واجدين؟ المصلحة المستر براوني تاع قناة 4 Kids محبوب الجماهير، والمهرج لولو مع الفرقة تاعو، وكذلك رسم الأطفال على وجوههم ديجيزمون. حقيقة راحوا فرحانين بزاف كانوا طايرين من الفرحة. وكي كانوا يجبدوا رقم من الأرقام في الطنبولة، شاء القدر وجعل واحد الطفل رقم المصادف ليوم استقلال الجزائر 1962، وطلع للمسرح. سقساو على واش هذا التاريخ المصادف لي واش، قالهم عيد الاستقلال. قالوا له اجبد منا اي كادو عجبك، ارفد الفيلو، نقولوا الف مبروك ان شاء الله تربح عليه ان شاء الله. وكانت فرحته ما تتوصفش، الله يهنيه بها. وتخيلوا دامت هذه الحفلة أي طنبولة من 3 العشية حتى 10 تاع الليل، يعني 8 سوايع كاملين. كانت الحفلة ممتعة، أجواء رائعة، ما نقدرش نوصف لكم. تخيلوا حتى العائلات اللي عندهم لي بيبي عمرهم من أسبوع إلى عام كامل كرموهم، عطاولهم لي بوسات، عطاولهم الزحليقات. يعني كرموا المشرفين والمسؤولين على هذا الحدث. وذوك نخليكم مع التفاصيل. وهكا بالمناسبة كذلك يتفضل نيابة عن كل الأعوان المنشطين والمؤثرين الأخ سمير لتكريم الأخ المدير العام السيد سوامي عزين، المدير العام لديوان الحظائر الرياضات والتسلية والجزائر. يعطيكم الصحة ونخليكم على خير. استنوني في الفيديو الجاي.